بذور الكتان لما بنغليها في ميه بيطلع منها جل خطير. الجل ده بيكون مغذي جدا للشعرايه وبيرطبها وبيملاها من جوه كانها متعالجه بالكرياتين. يعني ده يعتبر كرياتين طبيعي. بنحطه على الشعر وبنسيبه. سيبيه على قد ما تقدري، نص ساعه، ساعه، ساعتين. كل ما بيتساب على الشعر بيغذيه وبيرطبه وبيفرد الشعريه معانا كانها متعالجه بجلسه بروتين طبيعي. طريقة التحضير بتبقى سهلة جدا. معلقتين أو 3 معالق كبار من بذور الكتان نحط عليهم كوباية مية سخنة ونغليها على النار، نسيبها تغلي من 10 دقايق لربع ساعة. هيطلع كل الفوائد الموجودة فيها. هنصفيها وهيطلع معانا الجل بتاع بذور الكتان، الجل الجميل اللي بيغذي الشعراية وبيرطبها وبينعمها. عبارة عن بروتين طبيعي بيغذي الشعراية وبيقويها. الجل ده نقدر نستفاد منه أكتر لما نضيف عليه نوع أو نوعين من الزيوت. ممكن نضيف عليه زيت جوز الهند وزيت لوز حلو، وممكن نضيف عليه زيت أرجان، وممكن نضيف عليه زيت الروزميري أو إكليل الجبل. كل ده هيخلي الفايدة مضاعفة ويخلي الشعرية تستجيب أكتر، ويغذي معانا بصيلات الشعر ويزود القوة واللمعان بتاع الشعرة ويزود الكثافة ويساعد في إنبات الشعر ويقلل التساقط والتقصف والهيشان. دكتور عوض.